تعرفي بقى إن أنتِ ممكن تاكلي الطبق ده كله من غير ما وزنِك يزيد، إزاي الكلام ده بقى؟ فطار مُشبع جدًا عالي البروتين بدون أي نوع دقيق نهائيًا، هيشبعِك لأطول فترة ممكنة، ودي الحلقة التالتة من سلسلة وصفات صحية. باجيب حباية بتنجان رومي متوسطة، اللي هو البتنجان المكبب، باغسلها كويس وباشيل الطربوش وباقطعه لشرايح رفيعة، سمك الشريحة تقريبًا 1 مللي. باجيب صينية بابطّنها بورقة زبدة، وورقة الزبدة امسحيها بمسحة سمنة أو زيت علشان ما تلزقش منِّك. بارُص البتنجان جنب بعضه زي الوردة كده، بادّي له رشة فلفل أسود ورشة ملح، وباحط عليه شوية جبنة موتزاريلا صغيرين. كل كمية الجبنة الموتزاريلا اللي استخدمتها على البتنجان تقريبًا معلقتين كبار. بادخّله فرن مسخّن مسبقًا على الحرارة 220 رف أوسط لمدة 8 دقايق، وباحطه تحت الشواية دقيقتين عشان الجبنة تتحمّر. باحضّر بقى الحشوة دلوقتي. عندي جبت بيضتين مسلوقين، باحط عليهم نُص معلقة مستردة صغيرة ومعلقة من المايونيز اللايت، وحطيت طبعًا رشة ملح بدقة، وباقلّبه وباشيله على جنب. الميكس ده طعمه خطير. كان عندي أفوكادو بصراحة كان جاي لي هدية، بس يعني مش شرط أبدًا تحطيه في الوصفة، لكن أنا بما إنه جاي لي هدية فأنا هاستخدمه معاكم عادي ما فيش أي مشكلة عشان الناس اللي حابة تستخدمه. هاستخدم بس نُص حبة أفوكادو مع ال3 ساندوتشات دول. باطلّعه بقى من الفرن وباحط ورقة زبدة على الوش وباقلبه من على الصينية بالشكل ده. هتلاقيه بيطلع معاكِ بمنتهى السهولة، ما دام أنتِ ماسحة ورق الزبدة مسحة سمنة أو زيت، والجبنة الموتزاريلا مش مكتراها لإن كل ما تكتريها خدي بالِك بتسيح وبتلزق في ورق الزبدة. باحط بقى جرجير، لو حابة تحطي جبنة كريمي لايت أو جبنة طازة، أي نوع جبنة، ممكن ما تحطيش جبنة خالص. وباحط بقى حشوة البيض والأفوكادو، وبالِف الساندوتشات بمنتهى السهولة. سعرات القطعة الواحدة 180 سعر حراري، تقدري تاخديهم ال3 من ضمن سعراتِك الحرارية المحسوبة بتاعة اليوم. أنا بصراحة أكلت 2 بس وما قدرتش أكمّل. جربوها حلوة جدًا.